ومعنا من ستوكهولم الناشطة السياسية سعاد محمد. سيدة سعاد، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. هل باتت تتضح معالم مستقبل إقليم تيغراي في المرحلة المقبلة؟ سيدة سعاد، هل تسمعينني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ضيفتنا من ستوكهولم، نحاول ربط الاتصال مجددا. إذا كنت تسمعينني سيدة محمد، سعاد كنت أسأل عن مستقبل إقليم تيغراي ضمن إثيوبيا في المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع الحالية. نعم، بالنسبة الآن الحالة المتواجدة الآن هو كيف نسعف شعب تيغراي، لأنه يواجه مجاعة، يواجه أن أبي أحمد يقطع الكهرباء ويقطع الإنترنت أيضا. يعني ما لا نعلم ما الذي يحدث الآن هناك، لأنه حتى العلاقة لا تكون بينهم وبين العالم قريبة حتى نعلم ماذا يفعلون. فهم ما زالوا يعني يحاربون بكل ما يستطيعون من قوة يعني. طيب، ما الذي يمنع وصول المساعدات الإغاثية لتيغراي بالنظر للحديث عن مجاعة ونقص في المساعدات الإنسانية؟ والله أنا مثلكم أتساءل. يعني الأمم المتحدة حتى البارحة تكتب في كتاباتها ويقولون إنه شعب تيغراي في خطر، وإنه مليون شخص تقريبا يعني يواجه مجاعة وأطفال، ويقولون هذا الكلام صار لهم فترة طويلة جدا. ولكن ما الذي يمنعهم أن يعني قانونيا هذا القانون للأمم المتحدة أن يقيسوا الشعب؟ هل هم يساندون ما يحدث؟ يعني نحن كلنا متسائلين يعني، أم لأنه هذا الشعب فقير يعني لا يحتاج هذه المساعدة أم ماذا؟ لا أدري. يعني أنا أتساءل وجدا حزينة جدا، لأنه المفروض الأمم المتحدة تقوم من أجل إغاثة الناس كلها سواسية. يعني القوانين المفروض تسري على كل الناس، ما تفرق يعني. لكن حتى الآن يقولون أنه أبي أحمد يعني يجب أن يخرج بجنوده، وإيتاس أفورقي طيب. الإريتريين يجب أن يخرجوا بجنودهم، لكنهم يرون أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والتي في اف استطاعت أن بقوة كاسحة أن تهزمهم يعني. طيب، قائد جبهة تحرير تيغراي قال اليوم مستقبلنا كجزء من إثيوبيا أصبح في موضع شك. كيف تقرؤون هذا التصريح؟ حقيقة بعد هذه التجربة المريرة لا يمكن أن تجد الشعب التيغراي بأسره يعني يشك أن يعود مرة أخرى إلى أن يكون إثيوبي ويقيم كما كان من قبل. يعني اعتبرناهم نحن جزء من إثيوبيا وأنهم إخواننا، يعني نشك في ذلك. فأنا عن نفسي يعني أريد أن يكون لنا كيان خاص بنا، لكن كيفية التطبيق هذا الشيء يعني أنا لا أعلم، لا أعلم كيف سيكون. أيضا غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قال اليوم وجود القوات الأجنبية في تيغراي يفاقم المواجهة. يعني إلى أي مدى هناك تورط أجنبي في إقليم تيغراي؟ حقيقة كما تعلمون وكما تابعتم يعني هي ليست قوة واحدة. القوة الإريترية موجودة، القوة الصومالية، القوة نعم. التحالف الأخرى، الدول الأخرى التي تحالفت وساعدت بالأسلحة وساعدت بالتقنيات وساعدت. يعني هناك جنود مرتزقة من بلاد كثيرة جدا. وكما رأيت أيضا الأسرى اللي كانوا في حمر الآن يعني عددهم لا يعد ولا يحصى. يعني من أين يأكلون هؤلاء الناس؟ الشعب التيغراي لا يجد لنفسه، فكيف يؤكل الأسرى يعني؟ طيب، يعني هل يمكن التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه مع أديس أبابا في ظل الظروف الحالية، أم أنه الخيار للبندقية كما حددت جبهة التيغراي سياستها؟ نعم، لأنه نحن أصحاب حق شرعيين. الجبهة الشعبية للتحرير تدافع عن أرضها، عن وطنها. يعني الكل معترف في هذا الإقليم، هو إقليم تيغراي للتجارب، ما يقدر يقول غير هذا. حتى لو احنا كنا جزء من إثيوبيا، لكن الحكومة الإثيوبية أحضرت لنا القوى الخارجية مثل إريتريا وغيرها حتى تبيدنا عرقيا، وحتى لأنه لا يكون لنا حق في المعيشة.
نحن لا نعتبر بالنسبة لهم إثيوبيين. إذا كنا إثيوبيين كيف حكومتك أنت المفروض اللي تحميك تجيب لك أعداء وتقتلك وتسبي نساء وتقتل الأطفال، يقطع الأيدي والأرجل، يعني كل هذه الأشياء الفظيعة اللي عملتها أمام الأمم المتحدة والعالم. لا يوجد حل إلا إما أن يقوموا ويتفقوا على الحل، أن يكون في هناك هدنة ويسمع شعب تجراي ماذا يريد وماذا تريد الجبهة الشعبية لتحرير تجراي أيضا والTDF كلها. وأبي أحمد ليس له إلا أن يتنحى من مسؤوليته الذي لم يأخذها بطريقة سليمة، إنما يجب هو وإسياس أفورقيا أن يقدموا للمحاكم العالمية لأنهم قاموا بجرائم حربية لم نرى ولم نسمع لها من قبل يعني إلا في تجراي. شكرا لك من ستوكهولم الناشطة السياسية سعاد محمد.